السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم البنات؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير يا رب. شوفوا البنات، اليوم جبت لكم قاطو يحبوه الناس كامل، وفي نفس الوقت بسيط جدا، والمكونات تاعو جد 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 بسيطة، قادر تلقايها في اي بيت، وبنة بلا ما نحكي لكم عليها ولا اروع. والله غير هذا القاطو ثاني مليح بزاف بزاف، يصلح في المناسبات ويصلح هكا في الأيام العادية، وما فيهش في نفس الوقت مقادير بزاف. شوفوا البنات واش عندنا في القاطو تاع اليوم اللي هو المشوك. أنا راح ندير 250 غرام تاع المارغرين، وعندي هنا زوج صفار بيضاء وبيضة كاملة، يعني زوج بياض نحيوهم من 3 بيضات، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. وعندي هنا نص كاس تاع السكر رطب، من الاحسن تغربليه اختي العزيزه. شوفي انا راح نلوح المكونات هذو كامل مع بعضهم. وعندي ربع كاس تاع الزيت. شوفي، ونبدا نحرك هكا بيدي، نخلط مليح ونذوب شويه المارغرين هذيك والسكر مع البيض والزيت، نخلط مليح هكا. شوفوا حباباتي كيف راني ندير بيدي، نحاول نخلي المكونات هذو كامل يتخلطوا مع بعضهم. وعندي هنا كميه تاع الكاوكاو، انتي اذا كان عندك كميه بزاف ديري حتى الكاس، ما كان حتى مشكل. انا الكميه كانت قليله شويه، خليت من بعد راح نستخدمه مع بعضنا درك نشوفوه. ودرت حفنه ولا زوج هنا في العجينه، ونبدا ندير في الفارينه مع خميره كيميائيه وحده، ونلمو لاباط تاعنا هكا حتى نتحصلوا على عجينه صابلي تكون طريه شويه، ما هيش يابسه. نديروا الفارينه دائما في الصابلي، نديروه بالتدريج. شافي راني نلم فقط، مانيش نعجن فيها ها. شافي، وهذه هي العجينة تاعنا اللي تحصلنا عليها. وهذه الكمية دارت لنا قريب 40 42 حبة تاع القاطو، وانتي حسب الحجم تاع الحبة تاع القاطو اللي درتيها. شوفي اختي هنا نبدا ندير في الكويرات هكا. شوفي حاولي ديريهم ما همش صغار بزاف، المهم يكونوا قل شوية من الكيسات اللي عندك، على بالك تدخليه من الفور راح يزيدوا يتنفخوا معانا. شوفي شوفي انا درت عيني هي ميزاني، ونجيب الكويرات هذوك تاع القاطو ونديرهم في البياض تاع البيض اللي كنا خليناه مع بعضنا قبيل. شوفي، ونرمد الحبة تاع القاطو تاعنا في الكاوكاو مقلي ومرحي خشين هكا. هذا القاطو سهل وبنين بالبزاف، كانوا يديروه امهاتنا بكري، واللي دار المشوك بكري يعني راهو دار قاطو بريستيج وقاطو مليح. انا نشفى لما بكري كانت تدير لنا القاطو تاع المحقون ودير لنا المشوك، والله غير نعيدو على الكيف ويكون كلش تاعنا مليح وبنين، ويا ريت الايام تاع بكري ترجع. وهنا بعد ما درت كويرات حبيباتي ورمضتهم في الكاوكاو هذاك، ندير القاطو تاعي يطيب على نار تكون متوسطه، ماهيش عاليه بزاف كيما تاع الصابلي، حوالي 170 درجه. وبعد ما نخرج القاطو تاعنا، شوفوا الشكل تاعو كيفاه خرج، راهو تنفخ. ونبدا ندير في العسل، كل حبه تاع القاطو ندير لها مغرف كبيره تاع العسل. ما تخافيش خلاص درك يتشرب، مادام القاطو تاعنا راهو سخون والعسل بارد راح يتشربوا بكل سهوله. شوفي هكا. شوفي راح نعسلوا القاطو تاعنا كيما قلت لكم حبيباتي. واذا تحبي تخلي القاطو تاعك هكا راهو باهي وبنين، واذا كان تحبي تزينيه زينيه حبيبتي كيما تحبي. انا فضلت اليوم نخليه هكا. شوفي شوفي الشكل النهائي تاع القاطو تاعنا، وان شاء الله الوصفه تاعنا ولا المشوك تاعي يعجبكم حبيباتي، جربوه واكيد ما كنتش رايحين تندموا. وهنا راح نقسم لكم حبابه نشوفوها مع بعضنا، ولازم تخليه يبرد شويه، قاعد راهو سخون يتفتت
بكل سهولة. شوفي الموس كيف يدخل في الحبان تاعنا، وشوفوا العسل من الداخل كيف راهو يبان. ها تجي الحبه تاعك ما هيش معسله بزاف بزاف وما هيش حلوه بزاف. انا ما نحبش القاطو يكون حلو بزاف بزاف، على هذيك درنا نص كاس تاع السكر رطب. ودركا ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي الى اللقاء.